سوء الظن أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وخطورة هذا الحديث أنا عند، فمعية الله متوفرة عند حسن الظن ومنتفية عند سوء الظن. عشان كده بقى كل ما الإنسان ما يبعد عن الله عز وجل كل ما يدخل في ظلمات بعضها فوق بعض، فتلاقي الوحشة وضيق الصدر وضيق العطن وقصر الأفق وما تفكرش كويس ومش ناجح ومتضايق. السر ايه في كل ده؟ هو ممكن تلاقيه مش عارف من ايه، يعني انت زعلان من ايه؟ مش عارف. حد يزعلك؟ لا، ما حدش بيزعلك. تبحث خلفه في بيته، في اسرته، في زوجته، في عياله، في جيرانه، في الشغل، بالحقيقه كلهم بيخدموه كويسين. امال انت مالك؟ هو نفسه لو دقق، كثير من الاخوه بيقول انا متضايق جدا، فلما تحقق معاه، لما تحقق معاه يعني تاخد، يعني اقصد تقف على اصل حقيقته، تلاقي ان هو في الحقيقه كل اللي بيشتكي منه ده مش حقيقي، هو مش زعلان منه ولا حاجه. الحقيقه انه متضايق من حاجه هو مش عارفها. ده تعريف الايه؟ الوحشه، اللي هو مشكلته ايه؟ انه بعيد عن ربنا. بس علاجه ايه؟ فاسجد واقترب، انك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه. اعني على نفسك بكثره السجود، احرحنا بها يا بلال. علاج قريب جدا. يدخل على المصحف ينشره بين يديه، يرجع تاني.